انا والحقيقه طبعا انا بعد الماتش على طول كان نفسي اطلع اتكلم، بس ما كانش ينفع اطلع بعد الماتش على طول لان كان جوايا كلام كتير ما ينفعش يتقال، فقلت استنى كده واحده واطلع اتكلم بعدها بيوم. بس انا عاوز اتكلم على كام لاعب في الاهلي كده معينين، دول اللي انا عايز اتكلم عليهم. طبعا يعني الزعيم بتاعهم انا عايز ابدا بمحمد الشناوي. انت عاوز ايه بجد يا اسطى؟ والله بجد يا اسطى انت عاوز ايه؟ انا تقريبا حد قال له يعني بما ان الجماهير بقى مش طايقاك والمشكله بتاع الكهرباء، ولما قال له لا ما تروحش ومش عارف ايه، فحد قال له عشان تصالح الجمهور بقى عايزك ايه تقلب بقى حته نوير، يعني ايه قلد نوير بقى في الملعب، عاوزك توريهم بقى ايه الشناوي بقى نوير الجديد. فقال لهم بس انا همسك حته بقى هشوف ماتش كده النوير وهقلده. قام اختار ماتش مين؟ ريال مدريد والبايرن في نص النهائي، لما الكره جت عليه اتشاطت جت عليه، اما هو جه يمسكها طلعت سخن موحوحه وبتشوك، قام سابها، قام خوسيلو جاب الجول وجاب الجول الثاني. فقال بقى ايه ده نوير قدوتي انا هاخد الماتش ده. بس هو مختار نوير ومتارجت نوير في الماتش بتاع البايرن كده بتاع الكره الموحوحه دي لما وقعت من ايده، قال انا هقلده ونزل قلده في الدقيقه بص في اخر الماتش خالص، وقام حصل اللي حصل اللي انت شايفه ده. هو احنا مشكلتنا معاه دايما ان هو ما كانش بيفرد ايده، ولما الكره راحت في ايده غصب عنه، يعني هو صدها غصب عنه الكره جت في ايده. لا انا مش هصدها يا جدع، يعني انا كارف، انا صاحب النادي، انا ابن النادي، انا النادي، انا كل النادي، انا بعدي من جنب النادي، انا النادي. طب كده ما حدش عارف يعمل لي حاجه، انا كبير على النادي والله. هو بيتعامل كده ان هو اجمد واحد في النادي، اجمد ثلاث شخصيات في النادي. اقول لك حاجه لو انت نسيت، يعني سيبك من اخر سنتين دول، هو الشناوي ده على طول مصايب وكوارث وبيعمل غلطات، بنبقى كسبانين والدنيا تمام، هو اللي بيبوظ ماتشات، هو اللي بيرجع الفرقه اللي قدامنا. فهو ده الشناوي، يعني هو قعد سنتين في البرايم بتاعه، بعد كده يعني اللي انت شايفه ده هو الشناوي اللي احنا نعرفه. فيا اسطى بجد يعني انا سامع دلوقتي ايه ان هو عاوز يبقى فيها اولى ويجدد السنه ب 500,000 مليار مش عارف ارقام فلكيه. يا اسطى امشي او اقعد دكه، يعني شوبير لازم يلعب اساسي بجد والله. اي واحد بقى انا عايز اخش عليه خلي عبد الفتاح تحا. ايه يا اسطى؟ ايه يا معلم؟ انت مين اقنعك ان رياضه كره القدم انت لعيب فيها، او انت تعرف تلعب فيها، او انت تعرف فيها؟ يعني انت فاهم يعني انت مين اقنعك؟ انت ولا يعني ولا باك يمين ولا باك شمال ولا مدافع ولا اي حاجه، يعني انت هتحط في اي حاجه انت مش هتعرف تعمل اي حاجه. طب انت بتعرف تعمل ايه؟ ما هو انت اكيد مش سريع، اكيد مش سريع، اكيد ما بتعرفش تباصي، اكيد ما بتعرفش تشوط، اكيد ما بتعرفش تدافع، واكيد ما بتعرفش ترفع، واكيد ما بتعرفش تشوط، واكيد ما بتعرفش تعمل ركنيات، واكيد ما عندكش ضربات جزاء. فانت يعني انت ايه؟ انت بتلعب ليه؟ يعني انت موجود ليه؟ ما هو انت مفيش حاجه واحده بتعرف تعملها، ما فيش. يعني بجد والله شوف لك كار تاني، انا اتخنقت منك. انت لعيب انت يعني، اصل كلمه فاشل دي برضو خفيفه عليك، يعني انت اللي هو يجي منك اللي هو انت وحش، فهو مفيش خالص. تمام. عايز اتكلم بقى على حسين الشحات. يا نهار ابيض على حسين الشحات يا اسطى، بجد حسين الشحات ده انا اكتر لعيبه اللي انا بحبه. بس انا عايز اتكلم على اخر فتره ليه. هو انت موديل بجد، انت موديل. هم قايلين لك ان انت هتخش جائزه مستر ايجيبت في الاهلي. انت ايه؟ انت ما بقتش مركز في الكوره. حسين الشحات بقى ايه؟ معلش انا عاوز اتقل الدقن شويه، انا عايز اتقل الدقن، اللوك ده عاجبني. طب اعمل توكه، طب اعمل مولت وشعري طويل. طب لا مش عجباني. طب ايه رايكم اخفف الجناب؟ طب ادرج، طب افتح، طب اقفل، طب افشخ، طب الدقنه اعملها من فوق، طب سكسوكه، طب الشرق. ده هو ده حسين الشحات، كل ماتش بلوك جديد. كوره يا اسطى، كوره. انت يعني بتلعب كوره بقى خلاص، اعمل اللوك اللي انت عايزه يا زميلي، ماشي. انت مستر ايجيبت، انت اجمد، انت فتيق، انت جميد، انت فشيخ، العب بقى كوره. يعني يا عم الفتيق العب كوره بجد. كل ماتش بلوك جديد اروع من اللي قبله، والبدل والدنيا. العب بقى. يعني يا عم حسين الشحات مستواك عمل كده. انت ما احنا قلنا ان انت احسن من زيزو، وقلنا ان انت احسن لاعب في مصر، وقلنا ان انت احسن لاعب في افريقيا. خلاص بص احنا والله انا مقتنع ان انت عندك امكانيات جباره، امكانيات جباره، بس ملك الامكانيات كلها ليه طلعت في اخر فتره على الستايل، على الدقن والشعر والتوكه والمولت والكيرلي يابا العب يابا، يعني اعمل الحاجات دي بس العب. العب إيه يا جدعان؟ ايه ده؟ كل الفرقه عملت كده. وسام ابو علي انا عايز اقول بس كلمتين عليه والله بجد. الواد ده يا جدعان انا حبيته حب ممكن يعني بدرجه يعني مش طبيعيه. بيحسسك ان هو هيموت عشان النادي، هيموت عشان يثبت نفسه. هو مش محتاج طبعا يثبت نفسه طبعا يعني، هو بس هيموت عشان يعمل كل حاجه كويسه للنادي. فيعني هو بس كلمتين انا حبيت اقول ان انا بحبه قوي، ان هو بيعمل كل اللي عليه. كهربا ني والله العظيم انا كنت بقول من ساعه ما جه الاهلي ده لعيب لقطه. المهم يعني هو اتضح في الاخر. امشي
امشي عشانك وعشان يعني انت مش لما تنزل تجيب جول ولا اتنين والجماهير هتنسى، خلاص مش هتنسى ومش هنتصالح. امشي عشان تعرف انت تلعب بره، وعشان يعني انت فاهم عشان الدنيا تمشي. امشي عشان الدنيا تمشي، عشان احنا مش هنقبلك تاني وانت مش فامشي. مين تاني عايز اتكلم عن مين تاني؟ عادي كل ده عادي يعني. يحيى عطية الله، بص يا يحيى، بص يا ابني، انت كويس يعني، مش هقول ان انت وحش، بس مش فشيخ، بس مش جامد. فهي ترجع يعني، تورينا حاجه من ريحه علي معلول اللي هو الباك الشمال اللي ممكن يخلص لنا ماتشات. انت جبت فاول، فيعني اجمد بقى يعني، اطلع تاني، انت عندك لسه احسن، فاطلع تاني علشان احنا ايه بنتخنق بسرعه، والله احنا بنتخنق بسرعه. فانت مش كل ماتش هتدينا المتوسط منه، احنا عايزين الفشيخ منه. امام عاشور بس، يعني امام عاشور بس، اللي هو انت مش عارف تقول عليه ايه. هو حلو، حلو فشخ، بينزل لك ماتشات يبقى جامد فشخ، بينزل لك ماتشات يبقى وحش فشخ. إيه بس اقول لك ايه بقى يعني؟ انت ايه مشكلتك؟ انا مش عارف ايه مشكلتك. انت ليه يعني مش انت ما تعرفش تحط ايدك على الحاجه اللي مخليها امام عاشور ماتش جامد تنين، ميسي في الملعب، وماتش تاني عامل توأمه مع خالد عبد الفتاح. يعني ما تعرفش انت، ما تفهمش فيه ايه. فامام عاشور بس، بس اتمنى ان انت تركز في الكوره، انت وتاخد حسين الشحات زميلك وتركزوا تعملوا حاجه. خالد فتاح يمشي يعني، خلاص خالد فتاح بجد بجد، انت خد كهربا وامشي، دول اهم اتنين لازم يمشوا. انا هعمل حلقه قويه جدا 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 عن اهم اللعيبه، مش كل اللعيبه اللي المفروض تمشي من الاهلي تقريبا. يعني تقريبا انا لو عملت الحلقه دي ال- الفرقه هتصفصف على اربعه، مش هيبقى فرق كوره، مش هيكملوا حجز خماسي. يعني لو قلت اللعيبه اللي لازم تمشي من الاهلي خلاص ما بقاش ليهم دور، الاهلي هيصفصف على ثلاث اربع لعيبه بجد.